السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير بصحه جيده ان شاء الله. اليوم جبت لكم فيديو جديد. واللي جديد في هذا الفيديو هو هاد القدره ديال الطين. غادي ندير معكم واحد الحريره يعني صحيه ولذيذه، كتجي لذيذه بزاف، وجربوها ان شاء الله غادي تعجبكم وغادي تعتمدوا عليها ان شاء الله في شهر المبارك ان شاء الله يدخلوا علينا بالهنا والصحه والسلامه. كما كتشوفوا هنايا عندي هاد القدره ضفت فيها الملحه وضفت الزيت وضفت الحمص والفول والعدس، وعندي هنايا القزبر المعدنوس والكرافس وواحد البصيله. المقادير هادو اللي ضفت، وكنحركوا هاد الخليط مزيان وكنضيفوا من بعد سميتو الماء يكون غليان على حساب القدر. خصها ديروا فيها الماء غليان باش ما تهرسش لكم. من بعد غادي تضيفوا العطريه غادي تضيفوا بطبيعه الحال كل واحد والعطريه اللي كيضيف. انا غادي نضيف كاع العطريه اللي عندي الخرقوم، عندي سكينجبير، عندي القرفه، وعندي البزار. بطبيعه الحال راه الملحه راه ضفتها في الاول. كما كتشوفوا هاد الحريره راه كتجي بنينه في هاد القدر ديال الطين وصحيه. بالنسبه لهاد القدر تقدري طيبي فيه المرقه ديال الدجاج، ديال اللحم، ديال لحم الراس، يعني بزاف ديال الحوايج تقدري طيبي فيهم بحال هكا العدس، اللوبيا. وبالنسبه لهاد القدر هذا كتجي الماكله ديالو بنينه ولا اروع. بالنسبه للمطيشه ما كنديرش فيه مطيشه ديال المصبره. هنا غادي تشدوا مطيشه وغادي تسلقوها وغتضيفوا معها واحد البربه الشمندر. صدقوني هاد القضيه ديال المطيشه والبربه الا ضفتوها للحريره كتجيكم بنينه وكتجي حمراء، يعني بحال ضفتوا فيها المطيشه ديال المصبره. ويعني غير ضيفوها وغاديش تندموا عليها. كما كتشوفوا ما كتبقاش حمراء، ديك الحموريه ديال الشمندر ديال البربه يعني كتحيد. هنا راه كتبان لكم حمراء ولكن مع الطيب ما غاديش تبقى في هذا اللون هذا، غتولي بحال ضفتو مطيشه معلبه. وراه الطريقه عندي كاينه في القناه ديال المطيشه بالبربه، راه كتجي روعه. الا بغيتو ديروها بالنسبه للتحضيرات ديال رمضان ان شاء الله بحول الله. كما كتشوفوا القدره غلات، وهنا غادي ملي تغلى وطيب ديك المطيشه مزيان غادي نضيف التدويره ديال الحريره. كل واحد اللي بغى باش ما بغى يدور بالدقيق ديال الفورس ولا ديال الشعير ولا ديال القمح ولا ديال الفورس على حسب كل واحد، ولا ديال الشوفان، ولا بغيتو تضيفوا حتى النشا حتى هو كيجي زوين في الحريره. وكتضيفوا شويه ديال القزبر والمعدنوس، ولا غير القزبر كيجي بنين من الفوق، وشويه ديال الشعريه ولا على حسب كل واحد اش كيضيف، ولا الروز. انا ضفت الشعريه كتجيني زوينه في الحريره كتعجبني. وانتم لكم الراي ديالكم، ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا وبالصحه والراحه، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.